هذه الحلقة برعاية منظمة شارل للتنمية ضمن حملة أعرفي حقي. تحية طيبة مستمعي ومتابعي راديو بوير اف ام في كل مكان، واهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج خاص حول قانون العاملين للقطاع الخاص ذو الرقم 19 والذي صدر عام 2016، ولا تزال التعديلات عليها جارية ضمن البنود التي جاءت في هذا القانون. طبعا في هذه الحلقة هناك عدة أسئلة سوف نقوم بطرحها عن ماهية هذا القانون، سبل تحقيقه، وأيضا هل هذا القانون سيكون عاملا أساسيا في تعزيز حقوق العمال في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. طبعا هناك عدة أسئلة أيضا قمنا بتحضيرها للنقاش بها مع ضيفتنا في هذه الحلقة السيدة هندرين سينو، الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة. سيدة هندرين، أهلا وسهلا بك، ونشكرك جزيل الشكر على قبول هذه الدعوة. أهلا وسهلا بكم، ولكم كل الشكر على هذه اللفتة الكريمة. أهلا بك. طبعا متابعينا ومستمعينا، نتابع قبل الخوض لطرح الأسئلة، نتابع هذا التقرير الذي أعده فريق راديو بوير اف ام، ونعود لطرح الأسئلة مع ضيفتنا. أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم الشمال وشرق سوريا قانون العمل للقطاع الخاص المسمى بالمرسوم رقم 19 لعام 2016، وذلك لتعزيز وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل. ولم يتم العمل على بنود القانون رقم 19 حتى صدور قانون آخر لعام 2020، ومن ثم تم التعديل والمصادقة عليه عام 2022. وركز القانون 19 على توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع التأكيد على تكافؤ الفرص ومنع التمييز والمحاباة. ويمنح القانون العمال حق تشكيل نقابات لحماية حقوقهم، مما يساهم في تعزيز التوازن والعدالة في سوق العمل وتعزيز حقوق المرأة. ويتألف القانون من 46 مادة تشمل التعريف والأجر والعقود، هذا بالإضافة إلى التأكيد على المساواة في المعاملة والأجر بين الجنسين، وتحديدا عمل المرأة في القطاع الخاص. ويحظر القانون التمييز بناء على الانتماءات السياسية والقومية والدينية والجنس واللون. كما ينص القانون على عدد ساعات العمل الأسبوعية والعمل الإضافي، ويضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، بما في ذلك النقاهات والإجازات والتعويضات وغيرها من المواد التي تخص العامل. هذا ويواجه قانون العمل تحديات في تطبيقه، ما يثير التساؤل عن الأسباب وراء عدم تنفيذه في مناطق الإدارة الذاتية إقليم الشمال وشرق سوريا. سيدة هندرين، نرحب بك مرة أخرى. سمعت التقرير الذي أعده فريقنا، فريق راديو بوير اف ام، هذا القانون ذو الرقم 19 الصادر عام 2016 مؤلف من 46 مادة. بداية سؤالنا، أهم الأسباب وراء التعديلات التي أجريت في هذا القانون؟ طبعا من واجب الإدارة ومن صلاحياتها أن تسن القوانين وتعدلها في حين تطلب ذلك المصلحة العامة. العمل بشكل عام هو شيء أساسي لحماية أو لحفظ كرامة الإنسان، لمتابعة السيرة الحياتية للإنسان بالشكل المطلوب. فالوصول إلى مجتمع حر، مجتمع عادل، مجتمع متكافئ، يجب أن يكون هناك قوانين تنظم هذا المجتمع من كافة الجهات، ومن ضمنها قانون العمل. وعلى أساس قانون العمل تم سن القانون بحسب تطلعات الإدارة الذاتية من جهة التوافق بين الجنسين، من التشاركية،
الحرية الشخصية، الحرية القومية، الثقافية، الدينية، من كافة الجهات. يعني القانون هو لحماية المجتمع وتنظيم سير الحياة المؤسساتية والحياة الشخصية في المجتمع. طيب سيد أندري، يعني هناك عدة جلسات أجريت خلال عام 2019-2022. السؤال: هل يمكن أن توضحين لي الاختلافات الرئيسية بين النسخة الأصلية وأيضا النسخة المعدلة لعام 2022؟ طبعا النسخة المعدلة أصدرت مسودة القانون لعام رقم 1/2022. هناك فروقات كبيرة بين القانون رقم القانون الذي صدر في عام 2016 والقانون الذي صدرت مسودته في عام 2022. فالفروقات هي واضحة إذا كنت مطلع على القانون الذي تم إصداره مؤخرا أو مسودة القانون عفوا. فهناك يعني يمنح العامل حقوقه وواجباته ضمن مسودة القانون. هناك من واجب الإدارة الذاتية، من واجب الجهات العامة حماية حقوق العاملين. فنصت المواد ضمن هذا القانون بحماية خاصيتهم ضمن سلم الرواتب، لما تعديل سلم الرواتب، تعديل الإجازات، تعديل المخالفات، أيضا الجهات التي سوف تكون هي المتابعة للأمور القانونية، سواء في حال مخالفة قانونية، في حال تقديم شكاية مثلا للقطاع الخاص. هناك الاتحادات هي المسؤولة عن متابعة أمور العاملين وسن يعني متابعة سن القوانين أو تطبيق القوانين المسنونة بحق العاملين وأصحابين العمل. أيضا في مجال التوظيف، في مجال مؤسسات الإدارة الذاتية، تنص هذه القوانين بحقوق العاملين من كافة الجهات، سواء الجهات المعنوية أو الجهات المادية. فالإجازات، سلم الرواتب، الترفيعات، المخالفات، كلها مذكورة ضمن القانون بالشكل الذي يريح الطرفين، يحمي حقوق الطرفين، العامل والإداري، العامل أو صاحب العمل. فهذا القانون كان هناك فروقات كثيرة بين القانون المعدل، النسخة التي صدرت مؤخرا أو مسودتها صدرت مؤخرا، والنسخة القديمة. فالقانون هنا فروقاته لصالح العمل بشكل عام، العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل فيها العامل. طيب سيد أندرين، يعني أفهم من كلامك في حال قام أي عامل بتقديم أي شكوى، إلى من يتجه؟ هلا بالنسبة الشكايات من قبل العاملين، هناك تسلسل للشكايات. مثلا في مجال التوظيف هناك مكاتب الرقابة الداخلية في المؤسسات، من بعدها الرقابة العامة، من بعدها مثلا كل جهة يترأسها جهة أعلى منها تكون قادرة على تطبيق القانون أو سن القرارات. أيضا هناك المحاكم المدنية. أما من جهة العاملين في القطاع الخاص، الاتحادات هي الناطقة باسم العاملين في القطاع الخاص. هيئة الشؤون الاجتماعية أيضا مثلا من ضمن صلاحيات عملها متابعة أي شكاية تقدم من أي عامل، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام. يعني كشؤون اجتماعية، في حال وردتنا الشكاية من أحد العاملين نستطيع أن نتابع هذه الشكاية بالسبل القانونية. طيب، نقطة أخرى سيد أندرين، كيف تؤثر هذه التعديلات التي أجريت والفروقات التي تحدثت عنها الآن على قانون العمل، وكيف يطرأ على البيئة العملية في مناطق الإدارة الذاتية روجافا شمال شرق سوريا؟ طبعا هذه التغييرات أو التحديثات
بالمجمل سوف يكون لها تأثير إيجابي. فأي مجال كان، سواء في مجال العمل أو في مجال آخر، عندما تكون الأمور منظمة وكل شخص أو كل طرف يعرف ما له وما عليه، يعرف أي طريق السبل للحل، سوف تكون الأمور تسير بشكل أسلس وبشكل يحمي حقوق الجميع ضمن الإطار الذي نتكلم عنه. ففي قانون العاملين هناك عدة أمور إيجابية، مثلا المناصفة بين الجنسين. هنا أتى دور تعزيز المرأة في المجال العملي. أيضا قانون الرئاسة المشتركة، أيضا حماية حقوق العامل بالأطر القانونية. فهذه كلها سوف تكون إيجابية في حال تطبيقها. يعني هل يمكن القول أنها استجابت هذه التعديلات الأخيرة لحقوق العمال في المنطقة؟ طبعا، فهذه التعديلات الأخيرة هي سنة لأجل حماية حقوق العمال في المنطقة. فهو قانون صدر لأجل حماية العاملين وحماية المؤسسات أيضا. طيب، نقطة أخرى سيدة أندرين، يعني كيف يهدف قانون هذا العمل، قانون العمل في القطاع الخاص الذي أجري التعديل عليه، وهو لحماية العمال في المنطقة في مناطق الإدارة الذاتية إلى تحقيق التوازن والعدالة في سوق العمل؟ القانون هو يشمل الجميع طبعا. أما في القطاع الخاص ذكرنا أنه آلية المتابعة، آلية الأمور الإدارية بالنسبة للقطاع الخاص تختلف نوعا ما عن القطاع العام، كون القطاع الخاص هو يتبع لاتحادات أو نقابات. فالاتحادات والنقابات المعنية بالعمال والعاملين في القطاعات، سواء كمعامل، كمزارع إلى آخره، أي جهة كانت، هي التي تساهم مثلا في توزيع الأدوار بين العامل ورئيس العمل. هي التي تصدر الاتفاقات أو تشرف على الاتفاقات بين الطرفين، وتتابع أمور العاملين من جهة السلامة، من جهة حفظ حقوقهم المادية والمعنوية، من جهة حفظ الكرامة الشخصية. فمن حق الاتحادات والنقابات متابعتهم بالشكل المطلوب الذي ينص عليه القانون في الإدارة الذاتية. من حق أي عامل أيضا يتوجه إلى نقابته بشكاية على رئيس العمل أو على الجهة التي يعمل فيها، والنقابة تتدخل في هذا الموضوع عن طريق المحاكم المدنية. وفي حال أن لم يتم الموضوع، مثلا صلح الموضوع أو تعديل الموضوع ضمن النقابة وصاحب العمل، يمكنهم التوجه إلى المحاكم المدنية وحل الموضوع أو حفظ الحقوق حسب القانون، قانون العاملين. طيب سيدة أندرين، يعني كما ذكرت دور النقابات والاتحادات لحماية حقوق العاملين، هل يساهم أيضا بإحقاق حق المرأة الذي تعمل في سوق العمل في القطاع الخاص؟ طبعا، يعني ضمن القانون قلنا المساواة بين الجنسين، هذا بند من بنود القانون. أيضا لا فرق بين الأجور للنساء والرجال، فالأجور موحدة في سوق العمل. أيضا من حق المرأة أن تتوجه للعمل الذي تريده هي أو يؤهلها مؤهلاتها العلمية والمهنية لهذا العمل. أيضا مثلا قانون الرئاسة المشتركة بالنسبة للإدارة الذاتية، أيضا هذا حافز إيجابي ونوع نموذجي بالنسبة للمرأة في مجتمعنا. هذه كلها تعزز دور المرأة في سوق العمل وفي المجالات الأخرى. أيضا بالنسبة للإدارة الذاتية بشكل عام، دور المرأة دور طليعي، دور المرأة دور فعال، وكافة القوانين
والأنظمة التي تخص الإدارة الذاتية هناك حصة المرأة تساوي حصة الرجل سواء ماديا أو معنويا. طيب السيدة نريد السؤال الآخر، كيف يحظر قانون العمل التمييز بناء على الانتماءات السياسية والقومية والدينية والجنس أو اللون أيضا؟ طبعا في القانون نفسه هناك بند حتى تعريف القانون. في بداية تعريف القانون النسخة القديمة والنسخة المعدلة أيضا هناك يحظر كبند قانوني يحظر أي نوع من التمييز العرقي أو الجنسي أو الديني أو الثقافي. فالإدارة الذاتية بشكل عام استراتيجيتها، هدفها، تطلعاتها المستقبلية كلها ضمن إطار أخوة الشعوب، ضمن إطار ثقافات الشعوب المتنوعة داخل مناطقنا. فهناك عدة أديان، عدة قوميات، عدة ثقافات، لكل شخص حقه في ممارسة ثقافاته ودينه وعرقه وقوميته بالشكل الذي يتطلب منه دون أي شروط أو قيود. ولا يحق لأي جهة عامة أن تضع الفروقات بين الجنسيات أو الثقافات أو الأديان، أو تنص بأي مادة أو بند أو أي عقد أو أي مذكرة تفاهم بشيء يخل بقانون الإدارة الذاتية. فقانون الإدارة الذاتية بشكل عام هو مبني على أساس التوافق أو الحياة المشتركة بين شعوب المنطقة، حماية حقوق المرأة، حماية الحقوق العرقية والأثنية والثقافية. فهذه هي استراتيجية الإدارة الذاتية، ولا يوجد بند قانوني يخل فيه سواء قانون العاملين أو أي قانون يصدر من الإدارة الذاتية. كافة القوانين التي تصدر من الإدارة الذاتية من ضمنها هي حماية حقوق الشعب بكافة ألوانه وأشكاله. طيب سيدة نورين، التحديات التي تواجه تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص، يعني العوامل التي قد تكون وراء عدم تنفيذه في مناطقنا، مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا؟ حقيقة التحديات واسعة، وأغلبنا يعلم التحديات التي نمر فيها التي كانت هي السبب في تأخير تطبيق قانون العاملين أو عدم تطبيق بعض البنود إلى اليوم. من جهة فلنقل التحديات التي نواجهها بالنسبة للعدوان التركي، كلنا لاحظنا في الآونة الأخيرة دائما هناك اعتداءات متكررة من قبل العدو التركي، وهذه الاعتداءات تم من خلالها استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية في الإدارة الذاتية. هذه الاستهدافات أدت إلى سلبا على الموازنة على الاقتصاد في المنطقة. طبعا أغلب المواد ضمن القانون تستند إلى مواد إلى يعني إجراءات مالية، ترتبات مالية على عاتق الإدارة. فهذه الترتبات لم نستطع تحقيقها بسبب نقص أو يعني التأثيرات التي ذكرناها أدت إلى تراجع الإمكانيات المادية بالنسبة لخزينة الإدارة الذاتية. فهذه الأمور جزء منها. الجزء الثاني هي عدم استقرار المنطقة بشكل عام، فرض العقوبات على سوريا بشكل عام، ونحن جزء من سوريا، فهذه العقوبات تؤثر سلبا. أدت أيضا إلى جانب آخر عدم استكمال الهيكلية المؤسساتية. وهناك عدة فروع أو عدة مكاتب هي من الضروري أن تكون مفعلة داخل الهيئات، ومنها هيئة الشؤون مثلا. التأمينات الاجتماعية هي بند من بنود قانون العاملين. لغاية اليوم لم نطبق هذا البند من القانون بسبب عدم استكمال الهيكلية المؤسساتية، وهذا الاستكمال أيضا عدم يعني تطبيقه يعود لضعف الموازنة التي
كان سببها الاستهدافات الأخيرة والحصار المفروض على المنطقة، الهجمات، الحرب الخاصة في المنطقة. هذه كلها يعني أسباب أدت إلى تأخير تطبيق القانون. طبعا الشق الثاني من هذه الحلقة سيدة أندرين سوف نطرح عدة أسئلة بخصوص المساواة بين الجنسين بشكل أكثر، وأيضا فريق راديو بوير FM جهز لنا استطلاعات من فئات مجتمعية مختلفة. نستمع معا ونتابع ونعود لاستكمال الحلقة. طبعا بخصوص إصدار قانون العاملين في الإدارة الذاتية، تم إصدار قانون العاملين في عام 2016 وتم تعديله وإصدار قانون موحد للعاملين في الإدارة الذاتية في عام 2021، ولكن للأسف إلى الآن لم يطبق بشكل رسمي، لما له من أهمية في تنظيم حقوق وواجبات الموظفين والعاملين سواء في القطاع العام وفي القطاع الخاص. طبعا قانون العاملين له أهمية كبيرة، مثلا في حماية حقوق العمال. يضمن حقوق العمال مثل الأجور العادلة، ساعات العمل المناسبة، الإجازات، التأمينات الاجتماعية والتأمينات الصحية، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات لما للعامل له من حقوق وواجبات. طبعا نتمنى من الإدارة الذاتية تطبيق قانون العاملين لتنظيم سير العمل سواء في القطاع العام وفي القطاع الخاص. بخصوص قانون العمل، للأسف لم يطبق بشكل رسمي في القطاعين سواء العام أو الخاص، وهذا القانون مهم جدا تطبيقه في مناطقنا لحماية حقوق العمال وساعات العمل المناسبة لهم. وأعتقد من أهم الاقتراحات بداية يجب تنفيذ قانون وتطبيقه وأخذ آراء العاملين على محمل الجد، خصوصا من ناحية تحديد الأجور، ولا بد من تطبيق هذا القانون، سوف يكون منعطفا مهما في حياة العاملين جميعا. فعليا ما يتم أو ما عم يتم تطبيق قانون العمل بمناطق الإدارة الذاتية أبدا. القانون جاهز بس غير مفعل، وعدم تفعيل القانون بيضر كتير ناس، بيضر أصحاب الشهادات، يضر أصحاب الكفاءات، لأنه عم بيضلوا محرومين من الوظائف، وهذا الشيء غلط جدا غلط. والله هي مطالبنا تتلخص بمطلب واحد: تفعيل قانون العمل في مناطق الإدارة الذاتية. نرجع نقول ياخذ كل صاحب حق حقه. في عنا كفاءات كتيرة، في عنا كتير شباب عندهم طاقات، عندهم أفكار جديدة، وفعليا ما يقدروا يطبقوها على أرض الواقع لأنه هن بعيدين عن مجال صنع القرار. فلما يتم تفعيل قانون العمل بحذافيره راح يكون كل شيء ناجح إن شاء الله. بالنسبة للاقتراحات، الاقتراحات تجي بعد ما نشوف التطبيق الفعلي على الأرض، لأنه لما ما نشوف التطبيق ما راح نعرف عيوب القانون. التجربة هي اللي راح تبين لنا مكامن خلل القانون، فهناك راح نطلب، أو بهذاك الوقت راح نطلب التعديل القانون بالأماكن اللي موجود فيها الخلل. فحاليا نحن ما نعرف القانون ايش هي عيوبه لحتى نطلب مقترحات لتطويره. في مؤسسات الإدارة الذاتية لا يوجد قانون العمل لأنها تعتمد على الإدارة الذاتية وبعيدة عن روح الفريق. أما في القطاعات الخاصة بعضا منها ينطبق عليه والبعض الآخر لا. توزيع فرص عمل بما يناسب المؤهلات العلمية، يعني باختصار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. تطبيق إدارة البيانات، تغيير الخطط التنموية، توسيع دائرة التعبير عن الرأي والمبادرة بالمكافآت. هذه الحلقة برعاية منظمة شارل للتنمية ضمن حملة أعرفي حقي. طبعا سيدة أندرين، نعود لاستكمال حلقتنا في الشق الثاني بما يخص أمور العمال وأيضا تفاصيل أكثر عن المساواة بين الجنسين. سؤالي: كيف ستساهم تجربة الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا كواحدة من أولى التجارب
في المنطقة تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تطبيق قانون هذا العمل القطاع الخاص؟ طبعا ذكرنا في سرد حديثنا، ونعود نؤكد على هذا الشق من سؤالك. فهو في الإدارة الذاتية قانون الرئاسة المشتركة هو أحد القوانين النموذجية على مستوى العالم، ومن القوانين التي لم تشهد لها منطقة الشرق الأوسط أو مناطقنا الإقليمية مثل هذه التجربة. فهي تجربة فريدة من نوعها، وتجربة تحافظ على خاصية المرأة ودعم وتقوية المرأة في كافة المجالات. أيضا قانون النسبة بالنسبة لقانون العمل، فجوتة المرأة هي النصف 50% من عدد العاملين في أي جهة هي للمرأة. وحقيقة في كآخر دراسة لهذا الموضوع أو متابعة لهذا الموضوع، فإن حصة المناصفة تقريبا مطبقة في أغلب المجالات، إلا المجالات التي طبيعة عملها تتطلب ذلك. أيضا بالنسبة لحماية حقوقها ضمن العمل ومراعاة خصوصية المرأة، حتى في ضمن مجال الإجازات هناك اختلاف بين إجازات المرأة التي مثلا المرأة في حال إجازة الأمومة يحق هذه الإجازة للمرأة ولا تحق للرجل. مثلا إجازة الأب فرضنا، لماذا لم تكن هذه الإجازة؟ أيضا مناطق العمل أو الجهة التي تعمل فيها المرأة، هناك أيضا تحفظات على صحة المرأة في هذا المجال. مثلا المرأة الحامل لا يسمح لها في العمل في مؤسسة مثلا تكون أو في شركة في معمل يكون فيها مواد كيميائية تؤثر على صحة الجنين أو صحة المرضع. فهذه كلها تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمرأة. وقلنا 50% من العمل هو للمرأة في الإدارة الرئاسة المشتركة في كافة المجالات، بداية من رئاسة المجلس التنفيذي بشمال وشرق سوريا وصولا إلى الكومينات، فكلها متساوية. لا يوجد في أي مجال النظام الرئيس، فهنا رئاسة مشتركة. أيضا في المجالات الأخرى الثقافية السياسية الاجتماعية بشكل عام، الإدارة الذاتية أعطت كافة حقوق المرأة من ضمن سن القوانين، سواء قانون العاملين أو قانون الأسرة أو قانون المرأة الخاص. فهذه كلها قوانين تحمي وتقوي وجود المرأة ضمن كافة المفاصل. طيب سيدة نرين، الخطوات التي يمكن اتخاذها من قبل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا لضمان تنفيذ وتطبيق قانون العمل الخاص المعدل بشكل فعال لتحقيق المساواة أكثر بين الجنسين؟ حقيقة خطوات متتالية بالنسبة لتطبيق القوانين، قانون العاملين أو أي قانون يصدر من الإدارة الذاتية. فرضنا نقول العقد الاجتماعي المصدر مؤخرا، فهناك تسلسل لهذا القانون، وحسب أي قانون في أي مجال أو أي مكان كان يأخذ مجراه من الزمني لغاية التطبيق. فذكرنا أنه التحديات في المنطقة هي السبب بعدم تطبيق القانون، ولكن الإدارة الذاتية لا تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه التحديات، فتعمل جاهدا في سبيل تحقيق أو تطبيق القوانين الصادرة من قبلها. الفجوات الموجودة الإدارة تعمل جاهدا على تخطيها أو سد هذه الفجوات
في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق القانون. نعم. طيب سيدة نريد نأخذ فاصل قصير لمدة ثواني فقط ونعود لاستكمال حلقتنا أو الشق الأخير من هذه الحلقة. سيدة نريد نعود لاستكمال الشق الأخير من هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على قانون العمل في القطاع الخاص ذو الرقم 19 الذي صدر ويجري التعديل عليه حتى الآن. طيب سيدة هندرين، هل لديكم إحصائية رسمية عن نسبة العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام ونسبة البطالة في مناطق الإدارة الذاتية؟ طبعا كل جهة لديها إحصاءاتها. مثلا الاتحادات هي مسؤولة عن إحصاءات العاملين، أما في الإدارة الذاتية العدد التقريبي للموظفين المثبتين كإدارة ذاتية ما يزيد عن 30,000 في الجزيرة. فبالمقابل أكيد عدد العاملين في القطاع الخاص يزداد كون الغير مثبتين، العقود المياومة، عقود الخبرة أيضا خارج العدد الذي أعطيتك إياه. بصراحة العدد الكلي الدقيق لا يوجد لدي، لكن أعتقد أكثر من 50% من التعداد السكاني هو ضمن سلك العمل. نسبة البطالة شيء يعني أتوقع حسب دراسات أجريناها يعني سابقا لا تزيد عن 15%. هذا على مستوى مقاطعة الجزيرة وبشكل عام فبكافة المقاطعات سوق العمل مفتوح، سواء في الإدارة الذاتية. أيضا الملكات العددية هائلة بالنسبة للإدارة الذاتية. أيضا بالنسبة للقطاع الخاص يعني هناك مجال مفتوح أمام العاملين لممارسة مهنهم وممارسة أعمالهم الحرة، سواء كانوا يعملون هم كأصحابين العمل، يعني مجال واسع أمام القطاع الخاص، وأيضا كعاملين في القطاع الخاص. أما كإحصائية دقيقة فهذه تعود لنقابة العاملين أو للكادحين، فتستطيعون أن تطلبوا الإحصائيات منهم. نعم. طيب الإجازات المحددة في قانون العاملين القطاع الخاص، الآليات المعتمدة لتنفيذها؟ طبعا في القطاع الخاص يمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر سنوية لمدة 10 أيام على التوالي أو بشكل مجزأ للذين يتم توظيفهم بشكل مستمر لمدة 6 أشهر. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون لمدة عام واحد على الأقل ومستمرون، يزداد يوم واحد على كل سنة بشرط أن لا يتجاوز 20 يوم. أيضا هناك الإجازات المرضية المصدقة يعني من لجنة طبية محددة، إجازات الوفاة للأصول والفروع والحاشية، أيضا إجازة الحج، إجازة الزواج، هذه كلها تحق، وإجازة الأمومة من حق العاملين في القطاع الخاص والعام أيضا. طيب سيدة أندرين، كيف يمكن لقانون العاملين أن يؤثر في تحسين ظروف وضمان استحقاق رواتب العاملين بشكل منتظم؟ طبعا عندما يطبق القانون سيكون مستوى الأجور ملائم
مع مستوى الصرف. يعني اليوم مستوى الصرف حقيقة بسبب تدني الليرة السورية، بسبب الحصار، الأسباب التي ذكرناها ضمن هذه الحلقة وأسباب أخرى أيضا، كلها أدت إلى الشح أو انكماش الوضع الاقتصادي بالمنطقة. فالرواتب حقيقة لا تعادل الصرف في أغلب الجهات سواء الخاصة أو العامة. يعني سلم الرواتب في القانون عندما يعدل، فالترفيعات، المكافآت، البدل الذي يتم مثلا بدل سفر أو بدل مسؤولية، كل هذه ترفع من نسبة الأجر، فهذا سوف يكون مطابق أو ملائم للصرف أو لاحتياجات الإنسان اليومية. فعندما يكون الإنسان قادر على تلبية احتياجاته اليومية، أكيد سيكون هناك ارتياح، سيكون هناك مجال أوسع لتقديم الأكثر، و يعني الحفاظ على خصوصيته الشخصية ضمن ضمن بيئة العمل. يعني الإنسان عندما يعمل لساعات طويلة ويكون الأجر غير ملائم لجهده ول يعني الأعمال التي يقوم بها، فهذا نقص من حق الإنسان في أي مجال كان ومن ضمنه العمل. فتطبيق القانون سوف يحافظ أو يعطي الإنسان كرامته أو تثمين جهوده المبذولة في عمله الذي يخصه سواء في العام أو في الخاص. فأكيد سوف يكون هناك أريحية أكثر، سوف يكون إقبال أيضا على سوق العمل بشكل أفضل. طيب سيدة نرين، كيف يحدد القانون ساعات العمل الأسبوعية والإجراءات المتعلقة بها، وما هو الحد الأقصى للساعات باليوم، وما هو حق العمال في الراحة؟ طبعا الساعات اليومية 8 ساعات في اليوم من العمل. في الأسبوع هناك يوم راحة. العمل الذي أقل من 8 ساعات 45 دقيقة راحة ضمن ساعات العمل، وما يفوق 8 ساعات لا يحق للعامل ساعة راحة. وأيضا العطلة يعني بالأسبوع يوم واحد. في بعض الجهات مثلا كمعلمين والإجازة حسب يعني المكان أو عائدية القرار للشخص ضمن القانون. فالقانون يحدد حسب أولوية المكان أو المصلحة العامة للجهة، فالإجازات لا تتعدى اليومين، العطل عفوا، لا تتعدى اليومين ولا تنقص من اليوم، فيوم إلى يومين. في إطار التعليم حاليا هكذا هو القانون، العطلة يومين في الأسبوع، أما في المجالات الأخرى فالعطلة الأسبوعية هي يوم واحد. طيب حسب المادة 31 الزيادة، ما هي الزيادة في أجور العمل الإضافي؟ كيف يتم تحديدها؟ وما هو حق العامل في الحصول على التعويض عن العمل الإضافي؟ طبعا يدفع صاحب العمل زيادة وقدرها 100 من الأجر الطبيعي عن كل ساعة عمل أو عن كل يوم إضافي. والقانون يعني ينص بمثلا المكافآت، العلاوات، هذه كلها حسب البنود المذكورة ضمن القانون تشمل القطاعين الخاص والعام. أيضا من جهة أخرى مثلا فيه يعني هناك مثلا أعمال تتم بعقد خطي بالتوافق بين الطرفين. العقد عندما يكون باتفاق الطرفين، البنود ضمن هذا العقد هي المسموح باتباعها. أيضا يعني هي هذه الاتفاقات فقط تكون بين نستطيع أن ندافع عنها أو نتدخل فيها حسب بنود الاتفاقية، لأنه نسميه عقد بالتراضي بين الطرفين. فأنت قدمت عرضك وأنا وافقت عليه، لا أستطيع بعدها الخلل بهذا الاتفاق.
أما بالنسبة للسوق المفتوحة للعمل التابعة للنقابات، فالأجور التي ذكرتها والإجازات التي ذكرتها هي ضمن قانون العاملين. طيب سيدة هندرين، السؤال الأخير بخصوص تحديد السن التقاعدي للعاملين الذين يعملون في الشركات الخاصة وفق هذا القانون في القطاع الخاص، كيف تم تحديده؟ هل يعني السن القانوني بالنسبة للعمل هو 60 عام. 60 عام بالنسبة في حال القطاع العام يحق للشخص بطلب تمديد مدة الخدمة. في الطلب يحق للإدارة أيضا موافقة على سنة، ويتم يعني كل سنة تنتهي السنة يحق له أن يقدم الطلب مرة أخرى لغاية تطبيق 5 سنوات، بعدها لا يحق له. أما في القطاع الخاص هناك عقود خدمة، عقود خبرة، عقود مياومة، عقود يعني لا نستطيع أن نلزم الجهات الخاصة بسن معين، فالإنسان طالما قادر على العمل وهو حر باختياره للعمل فالمجال مفتوح أمامه. طيب سيدة هندرين، يعني نصل إلى نهاية الحلقة. كنا نتمنى أن تطول الحلقة أكثر من ذلك، ولكن يعني يسعفنا الوقت في هذا البرنامج المخصص لهذه الحلقة. كلمة أخيرة تودين قوله قبل أن أختتم. طبعا أشكركم على هذه اللفتة الكريمة، وأتمنى أن يسود الأمن والأمان يعني في مناطقنا حتى نستطيع أن نطبق كافة القوانين التي تخدم مصلحة الشعب، تخدم مصلحة العاملين، تخدم مصلحة الكل. أيضا أتمنى من العاملين أن يلجأوا إلى نقاباتهم وإلى هيئاتهم لمعرفة حقوقهم القانونية حتى يكونوا قادرين على حماية حقوقهم، متابعة حقوقهم، متابعة شكاياهم، ضمانا لهم. وأشكر جميع المتابعين وأشكر حضراتكم. نحن بدورنا أيضا نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا وعلى هذا اللقاء المثمر. السيدة هندرين سينو، الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أهلا بك. بهذا متابعينا ومستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء. هذه الحلقة برعاية منظمة شارل للتنمية ضمن حملة أعرفي حقي.